الشرقاوي نائب المحافظ ومدير مكتب المحافظ مره ثانيه، وحاضر احنا بنخاطب الماليه عشان تبعت لنا الدعم. طب فين الدعم؟ بقى لنا 3 سنين نفس الكلام ونفس الطريقه. نروح المساحه، رحنا المساحه من اسبوعين، الاستاذ ياسر مدير المساحه قال هنكون لكم حق واتاخرنا، وبعت جواب بعلم الوصول للمحافظه ان يبعت لهم، وادي الجواب اهو متسجل معانا اهو مختوم. والمحافظه اتصلنا بكل وسائل الاعلام لما الناس فاض بيها كل الاصول القانونيه. رحنا لوزاره الماليه ب 50 شكوى ب 50 توكيل للمحامين. ورحنا للنيابه الاداريه ب 22 شكوى في النيابه الاداريه وبتحقق النيابه الاداريه. ورد المحافظه ان احنا في القريب العاجل. طب القريب العاجل امتى؟ ده فاضل 3 شهور على قرار النزع يسقط، وحقوق الناس مش هيبقى لها حق عند المساحه ولا عند الدوله، حتى لو الفلوس وصلت بعدها. ايه المبالغ التعويض كام حجمها؟ يا فندم كل واحد منزوع منه مساحه مختلفه غير الثاني. مبلغ التعويض الاجمالي مليار 760، اتصرف منهم 249 فقط. مش هو التعويض بيبقى على المتر ولا على على المتر كام؟ التعويض حسب المنطقه كانت منطقه سكنيه او منطقه زراعيه بيحددوها بطريقتين في المشروع كاملا المشروع كامل مليار 760 مليون جنيه. من اول ما ابتدع التركيبه بينزل معاه التعويض المبدئي للمشروع كامل مليار 760 مليون جنيه. كل اللي تم صرفه حتى الان بس بقول ما كملش 300 مليون جنيه. 249 مليون. احنا عندنا على الطريق، على مسافه الطريق كله 14 حاجه اسمها يعني انتوا كده متضررين بقالكم قد ايه؟ بقالكم قد ايه؟ سنتين؟ 4 سنين؟ 3 سنين. احنا مسددين الورق ب 16 كله خد مقاومه كذا فدان 2020. هم صرفوا. طب وايه قصه فاضل لنا شهرين والقرار يسقط؟ قرار ايه بقى؟ نسال بتوع المساحه هو القرار ده بيبقى ليه مده 4 سنين؟ مليون جنيه اللي اتصرف. الورق معانا ورق فاحنا دلوقتي مكتوب فيه 4 سنين؟ كل ما نروح هيئه المساحه قعدنا 3 سنين هيئه المساحه كل ما نروح يقول لك تعالى اسال بعد 3 شهور. 3 شهور يعني احنا لو ما دخلنا على 4 سنين نفس وجع القلب اللي احنا بنقول لحضرتك لحد ما الناس خلاص فاضيه. عدد مهول جاي. التعويضات الاجتماعيه اللي بدات بيها المشروع في البدايه اللي خد 100,000 ايوه ما نزلش 50,000 120,000 حسب مساحه شقته او بيته. من مليار خدت بالك 3 سنين فخدت 100,000 او 120,000 قربت تاجرها. فانت لما تروح النهارده تاجر خلاص فلوس خلصت. محدش ما عنده والناس قعدت عند اهاليها. الفلوس دي السكان اللي هم ايه؟ انما اصحاب البيوت احنا بقى السكان فلوسنا احنا اصبح دلوقتي ما فيش ولا ده ولا ده رئيس هيئه المساحه عشان يريح الناس المره اللي فاتت لما تجمهروا راح باعت جواب بعلم الوصول للمحافظه للماليه في المحافظه عشان يخلي مسؤوليته من التجمهر الاهالي يخلي مسؤوليته. خليه مكانه السكان هي اللي استفادت بالفلوس. ثم الناس اتصدمت ان 31/8 الجاي انتهاء ال4 سنين بتاع قرار نزع الملكيه. تعبنا يا حكومه، تعبنا اصبح دلوقتي انت خرجتني تعبنا والله تعبنا 4 سنين. ان انا دلوقتي هجري في حته ان انا نقعد في الشارع حرام. شوفوها حقوقنا فين وادوها اصبح خلينا دلوقتي نشوف حقوقنا. عايزين حقوقنا هيجي يقول لك القرار ده انتهى. حرام يعني انا ما فتش عليا يومين مرتين دي كانت صفحه تولد وانا في قلب الشارع مفتوحه يعني حرام. اصبح الناس بدل ما يعني احنا كده يدونا فلوسنا طب احنا مرميين في الشارع. والست دي اخرى البيت بتاعها